وتعلمنا من قصة سورة الكهف أنه الخضر وما أدرك ولا ماصو وبدا يبني، وسيدنا موسى كلم الله ولا مانوفر يجيب له في القاميطا ويجيب له في الآخر ولا ماصو وبدا يبني، وسيدنا موسى كلم الله ولا مانوفر يجيب له في القاميطا ويجيب له في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا التسجيل راح نبدأ بإذن الله عز وجل بآية وبحديث. الآية هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى قد كان أوذي بأكثر من هذا فصبر. والذي عنده قلب أو ألقى السمع وهو شهيد راح تكفيه هذه الآية والحديث كتعليق على هذا الفيديو. لكن هذا الأمر قد يكون معلوم عند كثير من الناس. الأمر الذي أردت التنبيه إليه أن هذا الأسلوب الساخر في ذكر أنبياء الله عز وجل بحجة التعليم هذا ليس بالأمر الاعتباطي أو العفوي، لأن هذم الناس استمدوا منهجهم من كتب سيد قطب الذي أجمع على إمامته الباطلة في الدين أهل البدع جميعا، فهو إمامهم، إمام للروافض وإمام للصوفية وإمام للإباضية وإمام للخوارج التكفيريين وغيرهم، فاستمدوا هذا المنهج منهم، خاصة في حق سيدنا موسى عليه السلام. نجد مثل هذا الكلام القبيح الشنيع في حق نبي من أنبياء الله، بل هو من أولي العزم من الرسل، وهو من الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وخصهم بالفضل، حيث قال مثل في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، إشارة إلى موسى. وفي الآية الأخرى قال: وكلم الله موسى تكليما. وفي الآية الأخرى اللي ذكرتها سابقا: وكان عند الله وجيها. لكن لما يجيك سيد قطب ويقول لك اللي موسى عليه السلام نموذج للمندفع ويعني العصبي مثل هذه العبارات، فلا تعجب أن يأتي شخص من هؤلاء ويذكر موسى عليه السلام بهذه العبارات، إذا كان كبيرهم يلفظ مثل هذه العبارات في حق نبي الله موسى عليه السلام كليم الله الذي هو من أولي العزم من الرسل الذين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبعهم، حيث قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. سيد قطب وش يقول على سيدنا موسى؟ قال: وهكذا نجد هارون أهدأ أعصابا وأملك لانفعاله من موسى، فهو يلمس في مشاعره نقطة حساسة ويجيء له من ناحية الرحمة وهي أشد حساسية. يعني شوف كيف يجعل موسى عصبي، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا طعن في موسى عليه السلام. ويقول تتم لهذا الكلام: ويعرض له وجهة نظره في صورة طاعة لا حسب تقديره، وأنه خشي إن هو عالج الأمور بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعا بعضها مع العجل وبعضها مع نصيحة هارون، وقد أمره أن يحافظ على بني إسرائيل. إذن هذا النص وحده يكفي في بيان طعن سيد قطب في موسى. ثم نرجع لهذا الإمام العزوني، كلامه أصلا لا ينطبق على الآية. هل جاء في الآية وهي باللسان العربي الفصيح أن الخضر عليه السلام، وهو أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه نبي، هل جاء فيها أن الخضر كان يبني الجدار وأن موسى كان يعينه؟ لا. الله عز وجل قال في سورة الكهف: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه الخضر، يعني عدله، ما فيها لا الكلام لا على البناء ولا على إعانة. ثم هل يسمى من يقيم جدارا يسمى ماصو، نسميه بناء؟ واحد تلقى جدار راح يطيح عدلو راح، هل نسميه بناء؟ نسميه ماصو بهذه العبارة؟ وإن أعانه شخص على هذا في حالة واحدة مثل هذه، هل نسميه مانوفر كما سماه هو؟ وهل تصح هذه الكلمة بهذه السوقية وهذه يعني الإسفاف في الكلام؟ هل صح في حق أنبياء الله عز وجل؟ إذا قلت لكم هذا مستمد من كلام سيد قطب، هذم عقيدتهم ومنهجهم مستمد من عند سيد قطب، صار معظما الرجل إمام عند القوم، إمام عند القوم. والأخطر من ذلك الذي أردت أن أوصله لكم هو أن هذم الناس هذا منهج لهم، يعني استعمال العبارات الساخرة التي تحط من قدر أنبياء الله عز وجل وتهون من قدر الشعائر، ويعني تضعف من مخافة الله عز وجل، وتجعل الإنسان يستهين بوعده ووعيده، كما قال سابقا في الفيديو اللي نشرناه سابقا: ندخل للنار تسالني. هذه العبارات الموجودة ما الهدف منها؟ الهدف منها إضعاف الشعور الديني والغيرة الدينية عند المتلقي. وإذا ضعفت الغيرة الدينية والشعور الديني، وش يصير هذا المتلقي؟ يصبح فارغا جاهزا لكل ما يلقى إليه، مثل ما قال الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. خلاص أنت من اللي تولي تقبلت منه كلامه في الأنبياء وفي شعائر الله عز وجل وفي يعني حدود الله تبارك وتعالى وفي المسلمات من الدين وفي المجمع عليه، إذا جاءت أفكار ثورية وأفكار تهييجية وأفكار الخروج على الحكام ونشر الفوضى، خلاص تصبح سيقة له، تصير أمر سهل وهين. هو فرغك الآن، صرت مفرغا من كل ما يعصمك من الزلل.
لذلك نصيحة إخواني، تعلموا عقيدتكم، تعلموا دينكم، تعلموه من مصادره الموثوقة. لماذا؟ لأنك إذا تعلمت دينك وعقيدتك يصبح قلبك مثل الزجاجة كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. الزجاجة شيء مصمت صلب مثل المرآة الزجاجية. أولا أنها قاسية لا يخترقها شيء، وثانيا أنها تعكس ولا تتقبل أي شيء، فإذا جاءها النور عكسته وصار النور أكثر شيوعا. أما الظلام فلا تعكسه ولا تتقبله، ولا يكون قلبك مثل الإسفنجة التي تمتص كل شيء. هم يريدون من الناس أن تصبح قلوبهم وعقولهم كالإسفنج، أي فكرة باطلة ضالة راح يتقبلها. وطبعا هذا الكلام كلامي هذا ما راحش يعجب كثير من الناس اللي دخلوا الفيديوهات السابقة وطفح كلامهم بالسب والشتم والتكفير والتخوين، وهذا ذكرته سابقا. الآن أنا أقولها لكم صريحة، ما يخوفنا حتى واحد، ولا نهتم لأمر أحد، وسبابكم وشتائمكم وقدحكم في عقائدنا وديننا وولائنا لديننا ووطننا ما مردود عليكم ولا عبرة بكم. لأنني لما دخلت للحسابات الخاصة تاعهم وجدتهم بين يعني صوفي محترق وتكفيري مارق خارجي ويعني عقلاني لا عقل له. هذه هي الأصناف، أو بعض الناس القلة القليلة اللي هم مساكين من عوام الناس يحسنون الظن بهؤلاء، وبعضهم والله إذا تبين له الحق رجع، ومنهم حتى الذي أرسل لي اعتذارا، سبني في المنشور ثم حذف تعليقه واتصل بي في الخاص واعتذر، ما كنش فاهم الأمر. لكن نحن غايتنا بحمد الله عز وجل نشر الوعي، نشر الوعي يا إخوان. إذا فرغ المجتمع من ويعني نسفت خلفيته الدينية وأرضيته العقدية الصلبة الصحيحة، وصار يعني يتعرض لمقدساته ومسلماته ورموزه خاصة الأنبياء وشعائره، توقعوا أن أي فكرة راح تجي راح يتقبلها. وكما قلت لكم، إذا صار هذا الخواء العلمي والتفكيري والذهني والعقدي، يجوا هؤلاء الناس ويحركوا المجتمع إلى الفوضى وإلى يعني شق عصا المسلمين وإلى الخروج إلى نشر الفساد، يولوا ساهلين سيقة لهؤلاء. ونحن هذا الذي لا نريده، ولذلك نسعى جاهدين في نشر الوعي، نشر الوعي من أجل عصمة المجتمع من الزلل، ومن أجل إعطاء لقاح ديني من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحمي المجتمع من خطورة أفكار هؤلاء. فاحذروا إخواني، احذروا، وانشروا هذا المقطع وغيره، مش لي فقط، انشروا أي مقطع فيه نشر الوعي من أناس موثوقين، خاصة كلام العلماء، خاصة كلام العلماء، انشروه وأشيعوه بين الناس، وزاحموا أهل الباطل بالحق في مثل هذه الفضاءات. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل جميعا، وأن يحمي بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وأن يقيها من شر الفتن وشر الفتانين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.